قبل ما أبدأ يا جماعة عايز أسأل سؤال مهم جدا للناس كلها وليا أنا شخصيا. ليه أغلب الجوازات حوالينا ما بتكملش؟ ليه بعد ما بتبدأ بحب ووعود وسعادة بتنتهي بوجع وانفصال وبيوت بتتهد؟ تعرفوا يا جماعة إن الدراسات بتقول إن في مصر في حالة طلاق كل دقيقتين تقريبا، وتخيلوا إن حوالي 40% من الزيجات بتنهار خلال أول 5 سنين بس من الجواز. طيب خليني أحكي لك مثال بسيط، وده بيحصل في جميع البيوت المصرية بنسبة تصل ل 90%. زوج وزوجة اتجوزوا بعد قصة حب طويلة، لكن بعد سنة واحدة بس بتبدأ الخلاف يزيد. وده طبعا يا جماعة إن الزوج بيرجع من الشغل تعبان هلكان، مش قادر يسمع لزوجته أي حاجة، وهي محتاجة تتكلم وتفضفض، وده طبعا حقها. هي تفتكر إنه مش بيهتم بيها، وهو بيفتكر إنها بتتطلب حاجات كتير. الموضوع بيكبر، ومع الوقت التواصل اختفى، وبقى بينهم جدار من الصمت، وغير كده بينهم شيطان، لأن الشيطان عمره أهم حاجة بالنسبة له إنه يفرق بين الزوج والزوجة. وفي حاجات تانية كمان زي، وبتحصل بنسبة كبيرة جدا برضو، إن الزوجين بيتخانقوا دايما على الفلوس. هو شايف إنها بتصرف كتير، وهي شايفة إنه بخيل ومش مقدر احتياجات البيت. ومع كل خناقة الاحترام بينهم ومن بعض بيقل، والمشاعر بتتبخر، وفي الآخر بيوصلوا لمرحلة إنهم غرباء عن بعض تحت سقف واحد وفي بيت واحد. الحقيقة إن أسباب الطلاق بتبقى كتير، أولهم ضعف التواصل والخيانة والمشاكل المادية وتدخل الأهل وغياب الرومانسية بينهم وبين بعض والغيرة وحاجات تانية كتير. لكن الأكيد إن الطلاق مش بيكسر اتنين بس، ده بيكسر بيت كامل. وأحيانا يا جماعة الأولاد بيتأثروا طول عمرهم بحالة الطلاق دي. وعايز أقول لكم الحل هو أول حاجة التواصل بيننا وبين بعض، إننا نتكلم مع بعض بصراحة من غير خوف ومن غير تجريح. تاني حاجة الصبر والاحتواء بيننا وبين بعض. مفيش علاقة من غير مشاكل، بس الذكي هنا اللي يعرف يحل قبل ما المشكلة تكبر. وتالت حاجة الاستشارة. ساعات وجود طرف محايد أو متخصص بيكون الحل، بيحافظ على البيت يستمر. تابعوني، وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن أول سبب بيدمر أي زواج، وهو ضعف التواصل بين الزوجين، وإزاي نرجع نسمع بعض تاني ونفهم بعض من جديد. السلام عليكم.